الرأي العام العالمي: المرأة حياة لا تقتل الحياة. إن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر الانتهاكات لحقوق النساء. بالأمس ليس بالبعيد رأينا إصدار حكم الإعدام والسجن المؤبد بحق النساء في عفرين المحتلة، حيث تم اختطاف الشقيقتين زينب سليمان البالغة من العمر 18 وحنيفة سليمان 19 عاما دون معرفة ذويهما الأسباب، ولا يزال مصيرهما مجهولا. وتم الاختطاف بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقا عام 2018، علما بأنهما كانتا قصيرتين حينها. ونحن كمنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة ودار المرأة بحلب ونساء الحي جميعا ندين ونستنكر بشدة هذه الجرائم الوحشية التي يعجز العقل عن تصورها، ونناشد كافة المنظمات الدولية وحقوق الإنسان القيام بواجبها تجاه هذه الجرائم غير القانونية ومحاسبة مرتكبيها بحق النسوة في عفرين 16/1/2024. جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي.